وهنا كتبت صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر. كنت في الزنزانة وسمعت واحد بيقول فين عم أحمد نجم؟ صوت صغير، صوت عيال صغيرة، يعني صوت شاب صغير، يعني صبي، مش شاب ومش طفل يعني. في ايه؟ قال لي احنا طلبة ثانوي قبضوا علينا. فالضابط كان اسمه مصطفى. قلت له الله، انت فتحتوا معتقل، فتحتوا حضانة في المعتقل ولا ايه يا مصطفى؟ سيبه يا واد، ما تحطش ايدك عليه للمخبر. ورحت نازل وكاتب صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، صباح العندليب يشدي بألحان السبوع يا مصر، صباح الداية واللفة ورش الملح في الزفة، صباح يطلع بأعلامنا من القلعة لباب النصر. سلامتك يما يا مهرة، يا حبالة، يا ولادة، يا ست الكل يا طهرة. سلامتك من آلام الحيض، من الحرمان، من القهرة. سلامة نهدك المردع، سلامة بطنك الخضرة. هناكي وفرخة الوالدة تضمي الولد يا والدة. يصونهم لك ويحميهم، يكترهم، يخليهم، يجمع شملهم بيكي، يتمم فرحتك بيهم. صباح الخير على ولادك، صباح الياسمين والفل، تعيشي ويفنوا حسادك ويسقوهم كاسات الذل. وكان هنا سمير غطاس طالب كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة. وكان سمير ده مثلا يقول لك صباح الخير هو في القلعة، هو في العتبة، تسمعوا له في قليوب، كان صوته ضخم جدا. عشان كده قلت له بلغ يا سمير غطاس، عشان يبلغ العنبر تحتاني واللي بره. وبلغ يا سمير غطاس يا ضيف المعتقل ثانوي، بصوتك ده اللي كله نحاس، صباح الخير على الثانوي، واهلا بيكوا في القلعه، وباللي في الطريق جايين. مدامة مصر ولاده وفيها الطلق والعاده، هتفضل شمسها طالعه برغم القلعه والزنازين. ادي القصيده دي كتبتها هنا، كتبتها في الحته دي في الزنزانه دي.